أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الواقع العربي التي نسلط خلالها الضوء على تجربة المغرب في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم. من بلد يستورد كل احتياجاته من النفط والغاز و94% من احتياجاته من الطاقة بشكل عام، يسعى المغرب إلى الانتقال بسرعة إلى منتج كبير للطاقة المتجددة، بحيث يغطي بعد نحو 4 سنوات ما لا يقل عن 42% مما يحتاجه من الطاقة باستغلال أشعة الشمس. نور واحد هو المرحلة الأولى من مشروع ضخم للطاقة الشمسية يعد الأكبر من نوعه في العالم، وقد أنجبته روابي منطقة ورزازات جنوب شرقي البلاد بعدما ظلت سنوات عديدة قبلة للإنتاج السينمائي العالمي. خلال أعوام قليلة من المتوقع أن يصبح المغرب من أهم منتجي الطاقة المتجددة بفضل هذا المشروع. البداية كانت بمحطة للطاقة الهوائية أقيمت في تسعينات القرن الماضي على الهضاب المطلة على مضيق جبل طارق، قبل أن تتحول مغامرة الطاقات البديلة في المغرب إلى خيار استراتيجي. الفصل الجديد في هذه المغامرة الرابحة حسب الخبراء هي هذا الحقل الذي قد يبدو غريبا للوهلة الأولى. إنها محطة نور واحد لإنتاج الطاقة الشمسية، دخلت مرحلة إنتاج الكهرباء شهر فبراير الماضي. هذو مجهودات جد مهمة في إطار تطوير الطاقة الكهربائية المغربية، وثانيا غادي يعني هذه الوسيلة باش نأمنوا يعني الكهرباء والطاقة في المغرب بهذه الاستراتيجية اللي كتبني اللي مبنية على عدة مصادر ديال الطاقة. تقنية جديدة تلك التي طورها المشرفون على نور من أجل استغلال الشمس الحارقة، حيث تعكس هذه المرايا الضخمة أشعة الشمس قبل تركيز انعكاسها وتوجيهه داخل أنابيب خاصة تقوم بتسخين كميات هائلة من مياه تتحول إلى بخار يحرك توربينة يصل وزنها إلى 100 طن. التوربينة بدورها تنتج تيارا كهربائيا نظيفا. أما الهدف فهو تقليص الاعتماد على المحروقات من نفط وغاز. المغرب أخذ هدفا أظن رائدا على المستوى العالمي، بلوغ 52% في 2030 مع مشاريع تدخل في التنفيذ. ستكون فرصة لإبراز هذه الحقيقة، وبالتالي إعطاء دول أخرى ربما المثال أو نموذج فعلي سيحد من مبررات لعدم السير في أفق تطوير الطاقات المتجددة. بعد نور واحد يعمل المغرب على إقامة منظومة متكاملة تتكون من محطات نور الثانية والثالثة والرابعة، ومن شأنها أن تمكن المملكة من التحكم في جزء كبير من أمنها في مجال الطاقة والخروج من مرحلة تخضع فيها لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمي. على بعد أشهر من احتضانه للنسخة 22 لقمة التغيرات المناخية، يسعى المغرب إلى أن يكون نموذجا يحتذى في مجال تطوير الطاقات المتجددة وفي الحث على الاستثمار في تنميتها. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الرباط.